الشيف نونا قالت افصلي باي حاجه. النهارده بقى قررت ان انا اسمع نصيحه الشيف نونا وافصل. طبعا هي طلعت كده في الهواء الطلق وقالت لك ايه، افصلي بشوكولاتايه، كان معاها ساعتها شوكولاتايه، قالت لك افصلي بشوكولاتايه، افصلي بجزرايه، افصلي بخيارايه، افصلي باي حاجه، المهم تفصلي. طبعا انا مش هعرف اروح هنا ولا اطلع في الهواء الطلق، ممكن اطلع فوق السطوح بس في جيران فوق فمش هينفع اطلع. انا هفصل في مطبخي. تعالوا بقى اقول لكم انا هفصل ازاي. طبعا هي فصلت بشوكولاتايه الشيف نونا، انا النهارده بقى هفصل بحاجه تانية خالص مختلفه. المهم ان انا هفصل، البيت فاضي عليا، العيال في المدرسه وانا لوحدي. قررت ان انا يعني البس كده واتشيك وانزل اجيب الحاجات دي ان انا هفطر بيها، وفي نفس الوقت انا هفصل وهشغل كمان عبد الحليم عشان احس فعلا بفصلان. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه وفصلت بايه. استنى جايه لكم. استنى مربى. تعالوا بقى نفتح هنا حاجه ساقعه، شيبسي ده ليا على فكره مش للعيال، مفيش حد معايا، وشمسي كمان نايمه. وجبت توم لانشون حلواني عشان انا بحبه قوي. جبت شوكولاته مورو بعشقها. قررت ان انا افصل بالحاجات دي. تعالوا بقى نعمل السندوتشات مع بعض. اول حاجه هفتح علبه الحلاوه بتاعتي، طبعا جبت فينو. نعمل مع بعض بقى ايه، ادي ايه بالمقص. ثواني هروح اجيب المقص. هفضل بقى ايه، بصوا بقى انا هعمل سندوتشات بقى، كل حاجه هعمل بقى حلاوه وهعمل مربى. بصوا انا قررت ان انا افصل، هضرب ضربه ما فيهاش ايه رجوع. المهم ان انا هفصل من اي حاجه. تعالوا بقى نعمل كده اهو، ده كده مربى، ده كده حلاوه. واحد بقى لانشون، تمام. كمان نعمل بقى ايه كمان لانشون، واعمل بقى ايه جبنه وعليها شيبسي اهو. يلا بينا اهو، انا افتح بقى ايه كله كده عشان انا قررت انا اكل كل السندوتشات دي. هروح برضو اجيب معلقه عشان اعمل بيها الحاجات دي. روح فين بقى، اقعدي هنا. جيب بقى اول حاجه الحلاوه، وهنضرب حلاوه. وللاسف مش عندي قشطه، ولو كان في قشطه كنت حطيت عليها قشطه عشان يبقى ايه فصلان حلاوه اهو 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 حلاوه. لا ولازم احنا ما نكترش، بصوا يعني انا ايه المفروض ما نكترش، بس لا انا هكتر وعشان ايه افصل بذمه. طبعا ايه خلصنا كده الحلاوه، نخش بعد كده على المربى. لا دي دي كانت للحلاوه، ماشي مفيش مشكله. المربى فيها معلقه. نعمل بقى واحد مربى. وعايزه اقول لكم بقى السندوتشات الحلاوه المربى دي احلى حاجه ليها تتاكل بالليل، ياه، مع كوبايه حاجه ساقعه. يعني شوب بقى شوب حاجه ساقعه. يعني بقول لكم ايه، الناس اللي هي بتاعت الدايت دي ما تتكلمش معايا. هقول لك على حاجه كمان حلوه قوي، ان انت ممكن يعني تضربي وتاكلي براحتك، وبعد كده تاني يوم بقى ما تاكليش حاجه، عيشي بقى على الايه، على الخيار والجزر والجرجير بس، ما تاكليش حاجه. ده كده عملت حلاوه. هنعمل بقى ايه لانشون. انا بحب اللانشون جدا جدا، ممكن على فكره احط عليه شيبسي جدا اهو. كمان هشغل عبد الحليم عشان نعمل بقى لانشون كده اهو. واعمل بقى ايه لانشايه، اعملها كده متستخسريش في نفسك خالص. احط واحده هنا واجيب واحده تاني اهي بليها كده. الحركه دي تديكي لانشون ايه بقى سندوتش كده ضارب يعني ما اقولكوش. تمام. بعد كده هنجيب من دي عشان في فراولايه نزلت كده، نمسح كده. وبعد كده
استنى يا عبد الحليم بس عشان ايه. بعد كده هجيب جبنه، علبه الجبنه. طبعا انا عندي هنا منديل همسح كده مكان الحلاوه اللي كان وقع. وهبدا ايه افرد الجبنه. بعد كده سندوتش الجبنه بقى بتاعنا، سندوتش ايه ما اقولكوش، جامد جامد يعني اهو. يا سلام لو الحياه تبقى ايه تتفرد زي الجبنه كده، تبقى سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات خالص. عارفين الاعلان ده؟ يا سلام كل حاجه تبقى سهله زي الجبنه كده، والله هتبقى ايه زي ما بيقولوا سكينه في الحلاوه. وابدا بقى اجيب ايه الشيبسي بتاعي بقى واضرب. كتري بقى من الشيبسي، بس انا هسيب شويه للبنت شمس عشان لما تصحى من النوم تاكل شيبسي. مدمنه شيبسي، بحاول امنعها من الشيبسي بس برضه مفيش فايده اهو. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي بتاع السندوتشات اللي انا عملتها وجبت ده، مفيش احسن منه. اول حاجه هحط الشوكولاته بتاعتي، انا عايزه اوريكم بقى الشكل كده. وهحط سندوتش الجبنه بالشيبسي، وادي المربى، وادي اللانشون، وادي الحلاوه. واخد شويه شيبسي من البربوت عشان انا هخليهم لها ماشي اهو، هخلي لها الباقي. جيب بقى ايه نوسع مكان كده. ثواني ايه المج بتاعي نعمل ايه بقى. نبدا بقى صب احلى اكل. لا هنملاه على الاخر. وخلصت السندوتشات بتاعتي بقى. هروح بقى اخد بقى كل الحاجات دي واقعد على الكنبه اللي هناك دي. هفصل برضو مفيش مشكله عندي، هقعد على الكنبه اللي هناك دي واشغل بقى اي فيلم، بس بلاش عربي عشان انا بتضايق منهم الايام دي. تعالوا بقى نشوف السندوتشات اهو. ايه رايكم؟ يعني بصوا سندوتشات محترمه. المهم ان انا هفصل. بصوا الشوكولاتايه اهي. على فكره الشوكولاتايه دي بقت ب8 جنيه على فكره، يعني ما بقتش 7 جنيه. الله يرحم لما كنت بجيبها ب5 جنيه، دلوقتي زادت 3 جنيه. الله مفيش حاجه بتفضل على حالها.